السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. يا ريت تكون شفت بارت 1. كنا عاملين في ريفيجن سريع على المحاضره دي، وحلينا كام مساله من الشيت. النهارده ان شاء الله هنحل مسائل من ملزمه الميد ترم، اللي انت ان شاء الله يعني هتجي لك مساله شبهها في الميد ترم، اللي هو تقريبا هيكون كمان 3 او 4 اسابيع. وما اعرفش تتفرج على الفيديو ده امتى، بس هو مثلا هينزل لك اخر الاسبوع الرابع. ف... فأتمنى إن أنت تكون بتجهز لكويز 1 الأول، يعني أتمنى إنك تكون بتجهز لكويز 1 الأول إنك تتفرج عليه دلوقتي. لو عندك وقت ماشي، بس ما عندكش وقت اجهز لكويز 1، عشان بيكون بجد مدعكة يعني يا رب تعدي منه على خير. في الأول عايزين نقول اللهم انفعني بقى علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني به علما. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ. أول مسألة هنحلها، هسيب لك صورتها. دي كانت جاية في ميد تيرم 2023 2024. مسألة أنت ممكن تفكر إنها تخضك، بس هي بجد سهلة جدا جدا جدا. المسألة كانت عاملة كده، عاملة كده، عاملة كده. أنا أكيد مش هرسمها كلها يعني. في فورس هنا كده، عاملة كده، دي اسمها اف 3. في فورس تانية هنا كده بوينت A، بعدين عمل خط هنا كده، قال لك نجيب بوينت دي. وفي فورس عاملة كده، دي اف 1 اف 4. كلام جميل، كلام جميل. من بوينت A لبوينت هنا دي كده، هنا اهو اتش. ومن ال دي بوينت ال عامل هنا كده، سمي هنا بوينت كي. ووصل الكي بالبي كده، وقال لك ان في النص في بوينت اسمها اي. تمام. وقال لك ان ده كده، ان ده كده اللي هو الاي اي ده اف 1، وكي اتش ده كده اف 2. طبعا مش محتاج اقول لك ان باين جدا من الرسمه ان في توازي عندهم في عكس الاتجاه، مش بيأثروا في نفس النقطه، ففي كابل. وهو اصلا تحت طلب الكابل ده في حاله اف 1 واف 2 عاملين كابل، واف 3 واف 4 عاملين كابل. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك في الشكل او ان سي في تي، اديت الاطوال. قال لك ان الطول ده كده ب4، وقال لك ان الطول ده برضه ب4، وقال لك ان الارتفاع 8. هنحتاج طبعا الكلام ده دلوقتي. قال لك والله ان الاف 1 ب 157. قال لك ان اف 2 اكيد بنفس المقدار ب 157. قال لك وبيعملوا قابل كيو 1. وقال لك ان اف 3 ب 116. وقال لك ان الاف 4 برضه ب 116 وبيعملوا كيو 2. يعني دول هيعملوا كيو 2 ودول هيعملوا كيو 1. عايزين بقى نركز نشوف هنحل ازاي. بص، انت مش لازم تجيب كل الكوردينات، تمام؟ مش لازم تجيبهم كلهم. احنا كل اللي احنا محتاجينه ايه؟ محتاجين بوينت على فورس، ومحتاجين الفورس التانية كفيكتور. فهنعمل ايه؟ هنجيب مثلا دلوقتي اف 1 كفيكتور، ونجيب بوينت على الاف 2. فعشان نجيب اف 1 كفيكتور محتاجين ايه؟ محتاجين بوينت A، محتاجين بوينت E. فوالله بوينت A هتكون بتساوي 4 في اتجاه الاكس وصفر وصفر. طبعا ركز في الرسمه وهات البوينت من على الرسمه، مالكش دعوه بالرسمه اللي انا رسمها، الرسمه بجد. بوينت E هتقدر نجيبها على طول؟ لا، مش هنقدر نجيبها على طول، فمحتاجين للاسف بقى هنجيب بوينت B هتكون بتساوي 4 و4 صفر. بعدين هل نعرف نجيب بوينت كي بقى؟ عشان هي ايه في المنتصف بين بي وكي، فلازم نجيب بقى بوينت كي. هتساوي كام؟ لما مشيش حاجة في الإكس مش 4 في الواي وطلع 8. حاجة في الإكس مش 4 في الواي وطلع 8. فبوينت إيه هيبقى بتساوي في النص منهم 4 زائد صفر على الاتنين 2، 4 زائد 4 على الاتنين 4، صفر زائد 8 على الاتنين 4. كان ممكن أقول لك إن أنت ممكن تجيبها بدماغك بالرسمة بجد على طول، بس بجد الموضوع صعب إنك تجيب نقطتين وتجيب المتوسط، ده أسهل بكتير يعني. المهم كده جبنا الآ والإيه. اتجاه اف 1 آ إيه، فنقول والله الآ إيه بكام؟ إيه ناقص آ، سالب 2. 4 ناقص صفر و4، 4 ناقص صفر و4. هنروح نجيب الماجنتيود بتاعه. الماجنتيود والله طلع ب6. هنجيب اليونت فيكتور بقى بتاع الآي، هيبقى بيساوي سالب 2 على 6، كوما 4 على 6، كوما 4 على 6. كلام جميل، كده جبت اليونت فيكتور. هنجيب ايه بقى؟ هنجيب الاف كفيكتور. هيبقى اف هتساوي 157 في اليونت فيكتور، فسالب 2 على 6، كوما 4 على 6، كوما 4 على 6. هيساوي كام؟
والله يساوي 52 بوينت بالنيجاتيف طبعا 3 كوما 104.66 كوما 104.6. كده يا باشا انت جبت F1 كفيكتور. تمام، جبت F1 كفيكتور. كل اللي احنا محتاجينه ايه لسه؟ محتاجين نجيب بوينت على F2 وكده هنجيب الايه الكابل. تمام. طب ايه البوينت اللي احنا هنشتغل عليها؟ احنا جبنا الكي فخلاص اشتغل على الكي. فتجيب والله دلوقتي المومنت اباوت كي اللي هي في نفس الوقت هي اللي هتكون الكابل. هيساوي ايه؟ هيساوي مثلا، عايزين بقى نسهل على نفسنا فممكن نشتغل بالكي ايه، ممكن نشتغل بالكي بي. بس اسهل لك تشتغل بالايه؟ بالكي بي. فنقول والله الكي بي، هتقول لي ليه؟ اقول لك هبتدي دلوقتي. الكي بي هتطير ايه؟ هتطير كومبوننت منهم، انما الكي ايه مش هتطير اي كومبوننت. تمام، عشان هما الاثنين على نفس الايه الواي. فهيبقى الكي في كروس اف 1. لا سوري. هي دي مش عليه. آه هنجيب ايه بقى؟ يا اما الكي ا يا اما الكي اي. في الحالة دي مش هتفرق بالنسبة لك في حاجة يعني. هناخد الكي قصدي سوري الكي اي، عشان هيبقى هم ايه نفس الواي. فيسهل عليك في الحسابات. انا كنت افكر بيه تبع الفورس بس لا، هي الايه الان. تمام. فكي اي كروس اف 1 اللي هو هيساوي كي اي اللي هي تبقى اي ناقص كي، 2 ناقص صفر تبقى ب2. 4 ناقص 4 هتبقى بصفر. 4 ناقص 8 تبقى بسالب 4. والاف 1 اللي احنا جبناها الارقام دي هو سالب 52 و33 و104.66 و104.66. طبعا دي الاي والجي مش لازم تجيبها بايدك يعني، ممكن نجيبها بالقلم. قلنا هنعمل ايه؟ هتجيب فيكتور A وفيكتور B وهنضربهم في بعض. تمام، يعني فيكتور A اهو وهنقول ان هو يكون 3 تقول 2 0 سالب 4. وبعدين تعمل فيكتور B طبعا على حسب انتك يعني سالب 52.33 104.66 104.66. بعدين هنقول هنضرب فيكتور A في فيكتور B هيطلع لك اختلف والله ب 418.664 صفر 209.3. طب والله لو انا كنت جربت الكي اي كروس اف 1 هيطلع لك بنفس الناتج، مش هتفرق. تمام. نرجع بقى نبص بس كده على الشويسز. قال لك والله انا عايز الاكس كومبوننت لاف 1. احنا جبنا الاكس كومبوننت اهي سالب 52.33 موجوده في التشويس سي. كلام جميل. ما جبناش اف 2 لسه. قال لك عايز الزد كومبوننت فور كيو 1. الزد كومبوننت اللي هو ده ب 209.33 موجود في الاختيار دي. طب كلام جميل. دلوقتي هو محتاج الزد كومبوننت الاف 2. للاسف انت ممكن تفكر ان انا اروح والله دلوقتي بقى واجيب اف 2 واعمل نفس اللي انا عملته هنا واتنين بوينتس وكده. بس انت لو فكرت الوهله نرجع بس خطوه لورا. احنا قلنا عشان نجيب القابل احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نجيب تو فورسز يكونوا عكس بعض في الاتجاه، نفس بعض في الماجنتيود. وهو قال لك ان هم نفس الماجنتيود فهم دلوقتي عكس الاتجاه. فده معناه ايه؟ معناه دلوقتي لو اف 1 كانت بسالب 52 و33 و104 66 و104 66، فمعنى كده ان على طول من غير ما تفكر ان اف 2 هتساوي سالب اف 1 كفيكتور على طول. ما هم عكس بعض في الاتجاه. فمعنى ان زد كومبوننت هنا كانت ب 104 66 بالبوزيتيف، ففي اف 2 هيساوي سالب 144.66. طب عشان تتاكد، لو انت عايز تتاكد يعني هات التوب بوينتس بتاع اف 2 وهات اليون فيكتور واعمل نفس الحركه تاني وهيطلع لك نفس الاجابه. فانت لوحدك عشان تساعد على نفسك اي اف 1 عامل مع اف 2 كابل هيبقوا بيساوي بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الاتجاه. فيبقى اف 1 كفيكتور بيساوي سالب اف 2 كفيكتور والعكس. فدلوقتي عايز يزيد كومبوننت الاف 2 فعلى طول بسالب 104.66. هو قربها لك بوينت 7 من 10 اللي هي تشويز سي بس بالايه؟ بالسالب. كده كلام جميل. طبعا دلوقتي ما جبناش اي حاجه في كيو 2. بس هي ايه موضوعها سهل يعني هما اتنين عكس بعض في الاتجاه وايه وفيرتيكال كده. آه هنجيب اف 3 ولا لا؟ هنجيب اف 4. نجيب دلوقتي اف 4 كايه كفيكتور. هو قال لك ان هو بكام؟ ب 116 وهو في الزد لفوق. فمعنى كده ان هو صفر وصفر 116. تمام. وعايزين بوينت عند الاف 3 فاسهل بوينت هتاخدها هتكون بوينت ايه؟ الاوريجن. فمعنى كده ان احنا عشان نجيب بقى المومنت اباوت الاوريجن هيكون بيساوي او بي كروس اف 4.
طب الأو بي بكام؟ البوينت بي اللي احنا جايبينها اهي 4 سوري 4 4 0 ويلز اف 4 اف 4 0 0 116 اي ان جي الكي. مش مسألة نحسبها على الآلة، ممكن نحسبها بدماغنا. الاي 4 في 116 ب 464 كوما الجي طبعا بقى في نيجاتيف، هيبقى سالب 464. الكي هيبقى صفر مع الصفر بصفر. كده يا باشا انت جبت المومنت اللي هو الايه او الكابل 2. تمام جميل. هو عايز ايه؟ عايز الاكس كومبوننت ب 464 موجود تشويز ايه فعلا. طب كده لسه ايه؟ طبعا ده اللي هو الايه ده كيو 1. تمام جميل. قال لك عايز الماجنتيود اوف ريزلتنت كابل. هنعملها ازاي؟ هنجمع الاثنين مع بعض. ممكن بس هنا كده عشان ايه يعني نروحش مننا بس. هيساوي ده المومنت الاولاني او الكابل الاولاني غير الكابل التاني. هيبقى بيساوي 464 زائد 418.664 هيساوي 882.664 كوما زائد صفر يبقى سالب 464 كوما 209.3 فيت. عشان نجيب بقى الماجنتيود هيبقى ايه؟ سكوير روت هيطلع لك ب 1018.9. موجودة في الشويزز فين؟ موجودة فعلا في شويز أو تشويز إيه. كلام جميل كده يا باشا، أنت حليت كل الأسئلة. أصل المطلوب عامة مع دكتور عابدين يعني أو دكتور الشبراوي، أصل المطلوب دايما بيبقى إيه؟ عارف أنت اللي هو فكرة جديدة ممكن يخليك تحل المسألة كلها تاني. أصل المطلوب دايما بجد بيبقى رخم يعني. تعال نشوف. قال لك مومنت اف 1 about اوكي. طب والله ده بسيط يعني مفيش مشاكل. هنجيب المومنت بتاعت اف 1 about الاو وبعدين نضربها في الكي كايه في الاوكي كيانت فيكتور. آه مش شايف ان احنا محتاجين نحلها يعني. بص بقى حلها انت عشان ايه مفيش مكان في الصفحه، ممكن نعملها صفحه جديده. كل اللي انت هتعمله هتجيب المومنت اباوت او بالاف 1 سهله جدا، وبعدين تجيب تضربها في اليونت فيكتور بتاع الاوكي وبس. حلو. طبعا دي مساله كويسه جدا تتحل بسرعه، ما كانش فيها لعب كتير، ومساله في ميد ترم وعليها 6 مطالب، فمساله كويسه جدا. 6 مطالب دول حوالي 5 درجات يعني. مش شايف ان فيها اي مشاكل. تعال نحل مساله كمان. تعال نحل مساله ثانيه بس مش هنحلها 3 دي، هنحلها في 2 دي. المسألة شكلها عامل كده، وبعدين عامل كده. قال قال لك في النص، قال لك كده كده في النص بالظبط، عامل هنا كده فورس، وقال لك إن في هنا كده قابل، بعدين قال لك إن في هنا فورس كده اسمها كيو، وعمل لك المثلث بتاعها عامل كده 3 4 أكيد 5 يعني. وعمل لك هنا كده عمل لك فورس اسمها بي، وقال لك إن نفس المثلث ده 4 4 3 ده أكيد 5، ويوصل الأ بالبي هنا بوينت بي كان سماها بوينت دي، ودي سماها بوينت ايه، ووصل الاي بالبي كده. وقال لك ان دي 8 من 10، قال لك ان ده كده 9 من 10، ودي ب6 من 10. فهو دايمنشنز بالمتر ماشي. لسه في اي حاجه؟ لا. من كده الرسم تمام كده، لازم ترسمها رسمه كرونكي كده. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان هنشتغل دلوقتي على 2 كيسز. اول كيس اللي هو الايه اول 5 ريكويرمنت. قال لك ان في كابل هو الام، هو الدايره اللي احنا عملناها دي كده، بكام؟ ب 44 نيوتن متر. قال لك ايه؟ كاونتر كلوك وايز، معنى ان هو عكس عقارب الساعه، ان هو بيكون ايه بالبوزيتيف. طب لو مع عقارب الساعه بالنيجاتيف، فكده هو بالايه بالبوزيتيف. وقال لك ان في 3 فورسز. قال لك ان الاف دي بتساوي 72، قال لك ان البي بتساوي 102، وقال لك ان الكيو بتساوي 96 نيوتن. طبعا نيوتن. هنقعد بقى دلوقتي ايه بقى نفنش. هو اول حاجه طالبها، طالب ال one component of resultant بتاعت الايه الفورسز. هنجيبها ازاي يا باشا؟ اعتقد الموضوع سهل وبسيط يعني. هنفكي كل واحده الفيكتور، بس دي ايه 2 دي تمام. فمثلا اف دي باين عليها انها لتحت، فالاف معناها هيبقى ايه؟ صفر في الاكس وسالب 72 في الواي عشان تحت في الواي. طب الكيو والله عامل هنا كده 3 وهنا 4. طب هناخد السيتا دي كده، فهيبقى والله ان كوزاين سيتا يساوي 4 على 5
وساين سيتا بيساوي 3/5. فالوقت الكيو فين في الكام؟ ال4/5 أو اللي هي كوزاين سيتا فده اتجاه الإيه؟ الإكس. فتقول والله الماجنتيود بتاعها اللي هو 96 كوزاين سيتا، 96 ساين سيتا. طب الدايركشن والله هو لتحت وشمال فكان هو نيجاتيف ونيجاتيف. كلام جميل، أنت بس نظبطها. حلو. يبقى بيساوي سالب 76.8 وسالب 57.6. كلام جميل. تعالوا نجيب البي. البي هتبقى نفس الفكرة برضه، واحدة هتبقى كوزاين وواحدة هتبقى ساين. فهنفرض إن الأنجل دي مثلا ببيتا، والله كوزاين بيتا هيساوي 3/5 وساين بيتا هيساوي 4/5. فوالله عشان نجيب الواي هتاخد كوزاين والإكس هتاخد ساين، فده هيساوي 102 كوزاين سيتا 102 ساين سيتا. الإكس بوزيتيف والواي بوزيتيف. طب تعالى نظبطها. تبقى 102 في 3/5 61.2 في 4/5 هيبقى 81.6. باشا كده انت جبت ال S وال B والQ. طب عايزين نجيب الريزلتنت، هنجمع صفر سالب 76.8 و61.2 تطلع معاك بسالب 15.6 كوما سالب 72 نيجاتيف 57.6 بلس 81.6 تطلع معاك بسالب 48. كلام جميل. طب نجيب الريزلتنت كماجنتيود هيساوي سكوير روت 48 سكوير زائد 15.6 سكوير، يطلع معاك ب 50.471. موجود في الشويزز؟ لا هو طالب الواي كومبوننت. الواي كومبوننت سالب 48 موجودة فعلا. تشويز بي. طب ده كلام جميل. طالب ايه اللي بعدها؟ طالب التوتال مومنت about ايه. نجيب التوتال مومنت about ايه ازاي؟ هنجيب والله المومنت بتاعت البي والمومنت بتاعت الاف والمومنت بتاعت الكيو، وما تنساش المومنت اللي هو مديها لك تبقى في كلهم طبعا. بس في ميزة صغيرة ان المومنت about دي هتبقى بزيرو. ليه هتبقى بزيرو؟ عشان هي الايه بتمر بالفورس اللي هي بي، فمش هتأثر عليها. حلو كلام جميل. طب دلوقتي بقى عشان نجيب المومنت في 2 دي هنعمل ايه؟ هنجيب الفورس في الدي. بص المومنت بيساوي الفورس في الدي. فانت تشوف الديستانس العموديه اللي بين الفورس والبوينت ونضربها في الايه في الفورس. مثلا عشان نجيب المومنت بتاعت الاف هتقول والله الاف اهي المسافه العموديه اللي هي 9 من 10 عشان الايه هنا كده، فالمسافه اللي 9 من 10 فيبقى اف في 9 من 10. طب البوزيتيف ولا في النيجاتيف؟ لا ده هتلف كده مع عقارب الساعه تبقى نيجاتيف. فيبقى المومنت دوت ايه بقى؟ تعالى نركز. هنجيب اول حاجه بتاعت الاف. الاف بكام؟ ب 72 في 9 من 10 وقلنا هيبقى فين ايه بالنيجاتيف. كلام جميل. الكيو والله دلوقتي لما فكيناها لتحت، فكيناها قصدي شمال 76.8 ولتحت 57.6. تمام. فدلوقتي الشمال اللي هي 76.8 هيبقى في كام؟ في 8 من 10 عشان هي هتبقى هنا كده، فيبقى البعد العمودي 8 من 10 دول، فيبقى نيجاتيف عشان هو هيبقى ايه برضه مع فرق الساعة 76.8 في 9 من 10. كلام جميل. طب الكيو والله بقت تحت كام؟ 57.6. فدلوقتي المسافة بينها وبين الA يبقى كانت 1.5 لو حبيت كلهم، فبقت سالب 57.6 في 1.5. طب سالب ليه؟ عشان هيبقى مع عقارب الساعة. احنا فكينا الكيو دي كايه تو فورسز، واحدة تحت وواحدة شمال. طب هتقولي دي نيجاتيف ومش عارف، اقول لك لا احنا ناخد الماجنتيود ونروح في الديستانس وبعدين نشوف الاتجاه، فكك بقى ان هي لتحت ولا لفوق، المهم الايه مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة. فالاف اخدت 9 من 10 دول. طب الكيو اللي لتحت اخدت دول كلهم 1.5. طب الكيو اللي على الشمال اخدت 8 من 10. تمام. وما ننساش ال 44 هو كان قال لك ان هو ايه كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعة، فيبقى زائد 44. كده يا باشا انت تكون جبت الايه المومنت اباوت ايه بكام؟ سالب 72 في 9 من 10 ناقص 76.8 في 9 من 10 في 8 من 10 سوري في 8 من 10
الحبة دي ب8/10. حلو. سالب 57.6 في 1.5 زائد 44 يطلع معاك بسالب 168.6. حلو، موجود 169، فهي يعني سالب 169. جميل. طب دلوقتي بقى المطلوب التالت مطلوب حلو جدا وعايزك تفكر لوحدك. قال لك عايز المينيمم فورس اللي انا احطها عند البي وتديني نفس المومنت اباوت ايه، وهنبدلها بكل فورسز والمومنت وكل الكلام الجميل ده. يعني كان بيقول لك ان انا هشيل كل المساله وهحط فورس واحده بس عندي البي، احطها بكام بحيث انها تكون اقل فورس ممكن. بص انت محتاج نفكر في تفكيرين الاول، او احنا عايزين نوصل لحاجتين. اول حاجه هي بكام، تاني حاجه هنحطها ازاي، هنحطها لتحت، هنحطها شمال، هنحطها مايله، ولو مايله في زاويه كام. طب ايه، هنختار عشوائي يعني مش منطقي، فاهم؟ طب هنعمل ايه، فكر كده، فكر دماغك كده. طب يعني يا ريت تكون فكرت يعني، بس المهم احنا هنحطها عموديه. ليه بقى نحطها عموديه على الخط بين الاي والبي؟ ليه؟ عشان هي لما تكون عموديه هيبقى الفورس في الايه، في البعد العمودي كله. خلاص يبقى انت كده جبت ايه، اقل بعد، قصدي جبت اقل فورس عشان نضربها في اكبر بعد. اكبر بعد عامه هو اللي هيكون البعد العمودي. تمام. فعشان نجيب اقل فورس فاحنا عايزين نجيب اكبر بعد، فاكبر بعد زي ما قلت لك هو البعد العمودي بين الخط الواصل بين A و B. تمام. فعشان بس نرسمها ممكن نرسمها تحت هنا كده، اهي اهي. هنا بوينت A، هنا بوينت B. زي ما قلت لك الخط هيكون عمودي كده. طب هيكون عمودي لفوق ولا لتحت؟ مش هتفرق معاك في المسألة، بس هو بالعقل هيكون لتحت. تمام. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان لما يجي يلف هيلف كده مع عقارب الساعة والإجابة هي طالعة بالنيجاتيف. فدي كده الفورس والخط اللي بينهم اهو، هي عاملة زاوية 90 معاك. كلام جميل. برضه نجيبه ازاي مش عارفين برضه. ده مثلث قائم، دي ب8/10 ودي ب1.5، فدي تبقى بكام؟ دي تطلع معاك ب1.7. فاحنا لسه قايلين المومنت بيساوي الفورس في الديستانس. طبعا عشان نجيب الفورس يبقى بيساوي المومنت على الديستانس. المومنت احنا مطلعينها بسالب 168.64، فبسالب على 1.7 هيطلع لك ب99.2. موجودة في الاختيارات، موجود فعلا في اختيارات الشويس دي. طبعا اتجاه الايه لاسفل عشان دلوقتي هيطلب منك الزاوية، صح؟ ايوه فعلا عايز الزاوية بتاعة الفورس اللي احنا جبناها دي مع الاكس اكسيز كاونتر كل كويس. هنجيب بقى دلوقتي صفحة جديدة عشان نحسب الانجل، فهي كده. ده الA ودي الV، وزي ما اتفقنا من الفرصة تبقى هنا كده عمودية على الخط اللي بينهم. خلاص احنا جبنا الماجنتيود بتاعها، فدي كده عمودية. دي 8/10 يجيب 1.5، هنحسب دي في صغار تطلع ب1.7. حلو. طب احنا عايزين برضو الانجل، هنجيبها ازاي؟ دي كده الفرصة. لا اقدر اجيب الانجل دي، اقدر اجيب الانجل دي بكام، بشفت تاني مثلا 8/10 1.5 تطلع تقريبا 28.1 تقريبا يعني. برضو هو دلوقتي عايز اي زاوية اصلا، هو عايز الزاوية كاونتر كلوك وايز، يعني عكس عقارب الساعة. مش عايزين الزاوية دي، لا احنا عايزينها كلها. فانت هتعمل ايه؟ هتمد ده كده لتحت وعلى نفس الخط، ويبقى احنا عايزين 180 زائد الانجل دي. الكلام ده من الانجل دي بكام، هي هادي كام برضو. بص، مش تعرف دي 180؟ فالانجل الثيتا كام، ب 180 ناقص 90 ناقص 28.1 تطلع 61.9. كلام جميل. فمعنى كده ان الانجل اللي هو عايزها كاونتر كلوك وايز وهنلف كده يعني 180 زائد 61.9 تدي لك يبقى الانجل بيساوي 241.9، اللي هي بكام، اللي هي تشويز ايه. كلام جميل. كلام جميل. قال لك عايز ال distance of resultant from A along AB. المطلوب بقى ده هو حلو ورخم في نفس الوقت، يعني هو طريقته واحده بس هو رخم. تمام. هو بيقول لك دلوقتي الريزلتنت فين على الاي بي. ده معناه ايه؟ بيقول لك دلوقتي احنا مثلا هنحط ريزلتنت اللي هي بنفس الريزلتنت اللي احنا جبناها على الاي بي، هحطها فين؟ نحطها هنا مثلا ولا هنا ولا هنا؟ هو عايز البعد ده. طب تجيب ازاي؟ بص، انت انت تبص عشان ارسمها تاني. الاي والبي اهي، ده خط اليمين. كلام جميل. انت هتفرض الريزلتنت في اي حته هنا مثلا، ماشي؟ كلام جميل. احنا كنا جبنا ريزلتنت بكام؟
احنا كنا جبنا ريزلتنت ب 15 و6 في السالب اكس، هو كده يعني 15 و6، وتحت كنا جبناها في 48. نفس الريزلتنت، نفس الريزلتنت. هتعمل ايه بقى؟ احنا عايزين الديستانس دي. طب يبقى ازاي ستيل برضه مش عارف. بص بقى وركز معايا. احنا كنا عارفين ان دي 8 من 10 ودي بواحد ونص، ووصلنا للانجل دي بكام؟ الانجل دي 8 من 10 28.1. ماشي. انت هتقول ان المومنت اباوت ايه؟ هي هتساوي المومنت اباوت ايه؟ منطقي جدا صح؟ المومنت اباوت ايه الاولانيه اللي احنا كنا اصلا جبناها المساله اللي فاتت، اللي هي كانت، قصدي المساله دي يعني الخطوات اللي فاتت، اللي هي كانت سالب 164 تقريبا بوينت كام؟ كانت سالب 168.64. كلام جميل. هنساويها بايه بقى؟ هنساويها بالمومنت هنا. المومنت هنا بشكلها ايه؟ ايوه والله 15 و6 في الحبه دول لا مش عارف بكام، و48 في الشويه دول برضه انا مش عارف بكام. طب عايزين نعرف بتبقى ازاي؟ تقول والله 15.6 في كام بقى؟ في البعد العمودي. طب البعد العمودي كام؟ هنقفل مثلث سيادتك كده. انت عايز البعد ده. انا مش فاكر، انا مش فاهم بصراحه، بس المهم احنا قلنا دلوقتي 15.6 هنضربها في الايه؟ في البعد العمودي الموالي. هنجيبه ازاي؟ هنفرض ده مثلث، هو اوريدي مثلث يعني اهو، ده كده كده كده. وافرض ان دي سيتا اللي هي نفس السيتا دي اللي هي 28.1. كلام جميل. فعشان نجيب البعد ده هيبقى دي ساين سيتا، فهتقول والله في دي ساين 28.1 صح. كلام جميل. بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ والله هيلف كده هيبقى نيجاتيف. حلو. طب ال 48 هتقوم سالب 48 في، عايزين البعد اللي هو ده، هو في المثلث دي كوزين سيتا، فيبقى في دي كوزين 28.1. حلو. هيساوي اللي هو سالب 168.6. هل انت عملت اي حاجه؟ لا، انت بس فكرت ان هو مثلث كده، هيبقى مره دي كوزين ومره دي ساين، هو البعد اللي هو عايزه اللي هو دي بس. هتحسبها على الآلة، هتقول والله شيفت سولف، طريقة شيفت سولف يعني، سالب 168.64 هيساوي سالب 15.6 في اكس ساين 28.1 سالب 28 في اكس في كوزين 28.1. هم هيطلع لك ان دي بتساوي 3.393. موجودة في التشويسز، موجودة فعلا. تشويس ايه؟ حلو. فممكن ما تعملش في حوار كوزين وساين، ممكن تقول مرة ب8 من 10 على 1.7 ومرة ب1.5 على 1.7. بس انا بقول لك ايه، الطريقة دي تريح دماغك يعني. طب طب حلو قوي. لسه عايز ايه بقى؟ لسه عايز كيس 2 بقى. كيس 2 هتبقى مسألة جديدة يعني. قال لك سي مقابل ام، يبقى الام زي ما هي، الام تساوي زي ما هي اللي كانت بوزيتيف 44. وقال لك ان الاس والبي والكيو unknowns والسيستم فانيش. يعني ايه السيستم فانيش؟ يعني ما فيهوش لا ريزلتنت ولا مومنت. حلو. طب كلام جميل. هنعملها ازاي بقى؟ كل اللي انت مش هتعمله هتساوي الريزلتنت بزيرو والمومنت بزيرو بس يا باشا بس. طب هل بقى كده احنا هنحل المسألة كلها تاني؟ لا، احنا في شوية حاجات احنا هنستفادهم من اللي احنا حليناه. تمام؟ ازاي؟ يعني مثلا ان الفورس كانت بتساوي صفر، والفورس في الاتجاه النيجاتيف في تحت صح. كلام جميل. طب الكيو والله، كيو كانت بتساوي الكيو، او نجيب على كيو كده، كانت بتساوي في النيجاتيف نيجاتيف 4 على 5 كيو اتجاه الاكس، ونيجاتيف 3 على 5 الكيو في اتجاه الواي. طب والله و البي، البي كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي 3 على 5 اتجاه الاكس، كانت بتساوي 4 على 5 اتجاه الواي. طبعا في بي يعني. حلو. ده اللي هو احنا اصلا جبناه من هناك. احنا بنحل المسألة دول كانوا معطيات، فاحنا قدرنا نجيبهم، فدلوقتي هم بقى unknowns. طب هنا هنعمل ايه؟ تقدر والله ان انت تجيب ايه؟ two equations اللي هم صفر ناقص 4 على 5 كيو زائد 3 على 5 بي بيساوي صفر، ومن الواي هيبقى نيجاتيف اف نيجاتيف 3 على 5 كيو بلس 4 على 5 بي ايكوال صفر. دلوقتي بص يا باشا، انت بقى معاك دلوقتي تو equations في 3 unknowns. نقدر نحلها؟ ما نقدرش. محتاجين واحد كمان ايه؟ معادلة كمان. هنجيبها ازاي؟
والله هنجيبها من مومنت، فاحنا اتفقنا هنحط الار بزيرو والمومنت بزيرو، هنجيبها بقى من مومنت، هنساوي المومنت بزيرو. المومنت اصلا اباوت ايه كان بيساوي ايه بقى؟ ال 44 عشان ما ننساهمش، هو المومنت اصلا في المسألة كان ناقص الفورس في 9/10، وكان ناقص 4/5 كيو اللي هي كانت في اتجاه الإكس، اللي هي 4/5 كيو كانت في 8/10، وكان ناقص 3/5 كيو في اتجاه دي اللي كانت في النيجاتيف واي، فاحنا كنا نضربها في الواحد ونص. ده كده المومنت اباوت ايه، هنساويه بزيرو. كده يا باشا انت بقى معاك 3 equations في 3 unknowns، ترتبهم وتكتبهم على الآلة، هيطلع لك الإجابة. تمام؟ مش هتقدر تكتبها لك بقى مترتبة، انت اقول لك هتشيلها. احنا هنبدأ بالفورس، فسالب 9/10 إشارة اف، وبعدين الكيو ممكن نضربهم بقى مع بعض على طول، دي بتبقى سالب 8/10 في 4/5، هيطلع معاك بسالب 1.54 كيو، المفروض زائد 44، فاحنا نقول تساوي سالب 44. اكتب بقى التلات معادلات دول على الآلة، صفر، سالب 8/10، 6/10، صفر، سالب 1، سالب 6/10، 8/10، صفر، سالب 9/10، سالب 1.54، صفر، بيساوي سالب 44. فالإجابة هتكون إن الإف بتساوي 10.476، إن كيو هتساوي 22.449، إن بي هتساوي 29.93. هنبص للتشويزز، عايز الإف في الأول، هندور على 10.4 موجودة فعلا تشويز سي. هنبص على البي، عايزين الإجابة 22.44 موجودة. لا استنى، البي بتساوي 29.93 اللي هي A، والكيو عايزين 22.45 اللي هي تشويز A. بس مش انت كده حاجة مسألة طولت معانا شوية، بس هي أول حاجة هي تم مطالب، تاني حاجة ده أول مرة أحل لك مسألة 2D، فحاولت إن أحلها لك بالراحة يعني بهدوء، بس هي الفكرة واحدة. تمام؟ هنحل دلوقتي كمان إن شاء الله مسألة، كمان مسألة تقيلة يعني. طب دلوقتي بص، تالت مسألة مش هحلها بصراحة معاك، هي نفس فكرة المسألة الأولى، بس أنا إيه يعني هفرق الفكرة. أنت ممكن لما تشوف مسألة الخط تقول مسألة صعبة وكده، بس هي مش صعبة خالص. هو قال لك إن F1 و F2 هيعملوا مع بعض قابل، قال لك إن F3 و F4 هيعملوا مع بعض قابل، وقال لك إن في قابل جاهز اللي هو Q3. بس كل اللي أنت هتعمله هتعمل إيه؟ هتجيب Q1، هتجيب نقطة من F فيهم هتضربها كروس برودكت في الإف التاني كده جبت Q1، وهتعمل نفس الحوار مع Q2 اللي هو F3 و4، وQ3 هتجيب يا باشا اليونت فيكتور بتاعها وتحولها لإيه؟ لفيكتور. كده أنت جبت Q1 وQ2 وQ3 كفيكتور. تمام؟ هتجمعهم جبت الريزلتنت. طب هو في السؤال إيه المطلوب؟ طيب الانجل بتوين F2 و F4، قلنا عشان نجيب الانجل عامة بين F2 مثلا و F4 هنعمل إيه؟ تقول والله إن الكوزاين سيتا بيساوي اليونت فيكتور بتاع F2 دوت اليونت فيكتور بتاع ال F4. كده يا باشا أنت جبت الإيه؟ السيتا اللي بدك، شفت كوزاين جبت الأنجل. تمام؟ هو عايز ال Q1، قلنا إن إحنا هنجيبها، عايز الأنجل Q2 مع زد أكسيز هيها كأنها فورس عادي جدا، هتجيب ال Q2 كفيكتور، بعدين تجيب الماجنتيود بتاعها، بعدين تقول والله شفت كوزاين الزد كومبوننت على الماجنتيود كله، بس كده جبت السيتا. طب عايز الماجنتيود بعدها اهو، الماجنتيود احنا اوريدي جبناه. طب عايز الريزلتنت كامل، هتجمعهم وتجيب الماجنتيود. طب عايز الانجل بتاعت الريزلتنت مع الاكس اكسيز، بعد ما جبت الماجنتيود وجبت اكيد جبت التالت كومبوننت بتاع الريزلتنت، هتقول والله شيفت كوزاين الاكس كومبوننت على الماجنتيود كله. نفس الفكره بتاعت السؤال التاسع اللي هو الانجل مع زد اكسيز، هي نفس الفكره، الانجل مع الاكس اكسيز بتجيب الكومبوننت على الماجنتيود كله شيفت كوزاين. بس اللي يقلقك شويه ان انت ممكن مثلا تتلخبط في بوينت وانت بتجيب مثلا نقطه ما تاخدش بالك ان دي تبع F1 ولا F2، انما كفكره هي حاول تحلها على نفسك. لو ما عرفتش اكتبوا لي في الكومنت او او قولوا لي يعني على الجروب، واحنا نحلها مثلا في فيديو لوحدها او في ليله الميد ترم ايا يكن، يعني هنحلها لو موضوع صعب بالنسبه لك.
اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى انك تكون جاهز لكوز 1، ولو حليت في كوز 1 يعني وحليت كويس فاحمد ربنا بجد يعني. ولو ما توفقتش قوي فعادي، طبيعي جدا، حصلت لنا كلنا، اغلب الناس ما بتبقاش في كوز 1، عادي بيحصل دروب، بس بعد كده ايه بتعوض وبتعوض جامد يعني. اتمنى تكون استفدت. لو لسه عندك اي اسئله اكتبها لي في كومنت او في الجروب، ومع السلامه.